لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1026 لواني كاين تفسير القرآن بيروس بيمو خزمتان بستي رزامندي رب العالمين وهوادار ميوي آزي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الله خوش يرسان الله درجة وآتانك خوي قرباز لمنافق دور وكاندك كاتك ولا آت بيشتر فرموي أوانا درودة كان كاتك وادرين لقلنقونين بلكو أنا لترسان وادلين إنزا وصف ترسكان دكا لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. كواتا أقر حسنك وجيقاش قايم ببينوا يان أشكوتك يان أوتا نفقك ببينوا أوا ببالة سن رويته دكانو لترسان هل دينو وهم يجمحون تعبير لا حركي هلاتنا كانك كوات سن ببالة درون خوتي دكتن كبلغي لسر ترسيانو جبنيانو ترسنوچيان. أبي حيان دل مناسبة وآتى بيشوتر لما ذكر الله تعالى فرق المنافقين من المؤمنين كاتك الله تعالى بس لترسي منافق كان كل إيمان داران أخبر بما هم عليه معهم مما يوجبه الفرق. تلير دا أخوي قولا بس لو ذكاك حاليان كوا لقل إيمان داران كوا فعلا لترسان كونا وهو أنه لم أمكنهم الهروب منهم لهربوا. أقبتوا أن هل بين لدى سميان داران هل دين ولكن صحبتهم لهم صحبة اضطرار لا اختيار. أقبتوا أن هل بين پناقك هبي خود دانا پناي وازل إيمان داران دينن بلام كاتك هيس پناقتش يعني لو بناتاري ماين ولقل إيمان دار نقب اختيار خويان. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه أي لو يجد المنافقون مكانا يتحصنون فيه. أجر بيتو إيمان أجر بيتو منافق كان جيجايك ببينه كواتيدا خو حشار بدن أو ذا وكو ملجأك بي پناگيك بي پناي بيبن أو كهوفا في الجبال يعني أو تأشكوتك بي لسيا أو نفقا في الأرض يعني أو نفقك هبيت لجير زوي يتكلف الدخول إليه بمشقة لذهبوا إليه. كواتا أقول زي قانا هبي بدستي عم بكوي تشكوتك بي حصنك بي وپناقه وملزقك بي يان نفقك بي أقر بزحمتيش دي بس نجوري هول ددن لي بتسن حاربا منكم أيها المؤمنون لا تستنقود يعني هل بين أي إيمان دارنا وهم يجمحون. وهم يجمحون أي لو لم يجد المنافقون مكانا يلجؤون إليه. أقل منافقك هيت زيقاق نبي النوى كواتيدا لزوء بكانوا خوف دانا فناي لهرعوا إليه وهم يسرعون في مشيهم. كواتا زور بپروشيوا بخيرائيوا درون پنادا بنبر أو زيقانا لبرتي أو حركة بعزلوا ببلدرون لشدة كراهتهم لكم زور قيان لنقويا ونفورهم منكم دور بكون ولنقو وخوفا من الخروج للجهاد معكم لترسيوا نبادا جهاد بيتبيش ولقلنقو بين جهاد بكن. وكل تفسير منار ضري أي وهم يجمحون كالفرس الجموح لا يردهم شيء. كواتهم يجمحون طلع لو ذكروا هاتي وكو أسبيشي زموح بي
جەموح واتە زۆر بە پەلەپەل و سەرشێت بی لا يردهم شيء هیچ شتێک نییە بیان جێڕتو ئەوەندە بە پەلەپەل هەڵدێن و غاردن. وهذا الوصف من أبلغ مبالغة القرآن في تصوير الحقائق. ڕاستی لێرەدا ئەو وەسفە دەڵێ زۆر بەلیغە کە قورئانی پیرۆز حقەتەکەمان لۆ تەسویر دەکا التي لا تتجلى للفهم والعبرة بدونها کەواتە کە بەو شێوەیە ئەو کەلمە بەکاردێنی ئەو ئەسپە جەموحەمان دێتە پێشچاوی کەوا وەکو سەرشێتە و ناگەڕێتەوە لە هیچ شتێک. فتصور شخوصهم وهم يعدون بغير نظام يلهثون كما تلهث الكلاب يتسابقون إلى تلك الملاجئ. كواتا أو هتصور ذاك كوكو أو أسب سرشيتانا وكو صيك كوا زور بپلپلو با هنكو زماني درهنا وبمانديتي خوي دات بنا أو ملجأ أشكوت أو زيغانا. فكذلك كانت التصور عندما سمعوا الآية في وصفهم كواتا كواتا تصوري عندكي حاليا أوها لترسي مسلمانان. جلأت دفرمي ومنهم من يلمزك في الصدقات هروها لمنافقان كسان شانتدا عيب لتو دبينوا نقدد ليدقرن لتوزيع صدقات كان يا رسول الله فإن أعطوا منها رضوا أجر بيان ببخشري أو رازي دبن وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون بلام أجر بيان ندري راستي تورا دبن. وكل تفسير رازي للمناسبة يؤتي لقى بيشوتر أنها شرح لنوع آخر من قبائح المنافقين وفضائحهم. لرد أخوي يقول لو آتا زوري شديك لقباحة ناشرين يكان منافق كان ديني بازدك وهو طعنهم في الرسول صلى الله عليه وسلم كاتك والطعن لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء بوي كاتك صدقة لدولة من دان وردقري ويقولون إنه يؤثر بها من يشاء من أقاربه وأهل مودته. طعن لبيغمبر صلى الله عليه وسلم نقد لذلك كجوايا أو صدقي كواديت بردست بيغمبر صلى الله عليه وسلم زياتر لنزيك دولوبر وخز مكاني خوي توزع دكا وينسبونه صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يراعي العدل. يتر دلين بيغمبر صلى الله عليه وسلم حاشاه عدالة رتاوناك. ومنهم من يلمزك في الصدقات يلمزك أي يعيبك ويطعن عليك كواتا يلمزك عيب ليد بيني توا طعنت ليد دا. ومن المنافقين من يعيبك ويتهمك وينتقدك يا رسول الله كواتا صلى الله عليه وسلم. عندك المنافق كان عيب ليد بينه اتهام الدكن نقد ليد قرن طاعنا على قسمتك وتوزيعك أموال الزكاة على مستحقيها. نقل پیغمبر صلى الله عليه وسلم طعني لدن لسرسي لسرسونيتي توزيع زكاة بسر مستحق كان. يترك لا حديث صحيحين داهاتي أبي سعيد الخدري تجارة خالد رضي الله عنه بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما كاتك على خدمة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ماليشي توزيع ذكر أتاه ذو الخويصرة هات وهو رجل من بني تميم بيابك لبني تميم فقال يا رسول الله اعدل. سبحان الله يا رسول الله عدالة بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل. پیغمبر صلى الله عليه وسلم وويلا لبوتو اگر من عدالت نکم چه عدالت دکاتن خسارت من دو خجالت بي اگر امن عدالت نكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. يا رسول الله إذن بدا كسك أو بي أدبية قوليه برام برد بكار ليم قري لا ملي بدم لا قردني بدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه نخير يا عمر لي قري فإن لو أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يتد فرمي وكل حديث تيجي تفصيل بهذا أوي لقلوا نو لنوي أوانا كسانك دي كوا بحساب للاني عبادته هندا عابدا يقلن قلت مشي نويجي وان بكا رقي لخوي دبتولوي نويجي وي لتساوان هيت سنية برجبوني وي لتساوان هيت سنية
بەڵام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وانکە قورآن دەخوێنەوە بەڵام لە تورقوەیان ناس دەخوارێ ناستە ناو دڵیان سبحان الله. ئیتر بەو شێوەی کەواتەوە یەک لەو کەسانە بکەوە طعنەی لە پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم. فإن أعطوا منها رضوا أي فإن أعطيت المنافقين من الصدقات قدر ما يريدون رضوا وسكتوا عنك. كواتا أجر منافق كان أويك وأوان داوا ذكن بيان بدأي وبيان ببخشي لصدقات أويك أوان داوا ذكن راضي دبنو بيدنك دبن وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون خو أجر بيش يعني ندري نخير تورا دبن أي وإن لم تعط المنافقين ما يرضي من الصدقة غضبوا عليك وعابوك لو حالتي تورا دبنو ما أو زقليد لذا كان. ابن عاشور دلت إذا الفجائية وإن لم يعطوا منها إذا هم إذا فجائية اشتق رد فجأة ضل أو إذا بلغير سلوا على أن سخطهم أمر يفاجئ العاقل حين يشهده كواتا إذا لرد وإذا لم يعكر بيان بخشري هاد وك مفاجأة قبل تدرس ذي تمشات كوانا توربوينا كوات هركسيك لمقابل يندا بيان بيني بي مفاجئة باشو لها توربوا لأنه يكون في غير مظنة السخط أخوات زيجاي توربونية وشأن الأمور المفاجئة أن تكون غريبة في بابها كواتا عادة أو شتا مفاجئة غريبة كواتا أصلا بيوستيان بيان بوتاوك بيان صوصا بيان داتي كنا يندري توربوينا لبو كسي كذا مفاجئة باشا لو خود تورا كذا أخذوا إيه هنديني بيغمس صلى الله عليه وسلم أقرب زانت مستحق بيد بخشي كواتا إذا لبو فجائية. لا مجموع فتاوى ابن تيمية رحمة إخواني بدله فرضاهم لغير الله المنافق كالذي أخوي ورسول عندك رازبونيان لبو غير إخوايا وتوربونيان لبو غير إخوايا وهكذا حال من كان متعلق برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه. يترى حال المنافق كانوا حال هركسيك وأوضل بيوزبي ويكا منصبك بدزبيني شتێک بەدەست بینیتن یاخود شتێک کەوا هەوا و ئارەزووی خۆی تێدا ئەگەر بەدەستی بینی ڕازی دەبی ئەگەر بەدەستی نێنی تووڕە دەبی لەبەرەوەی کەسێکە فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له کەواتە ئەو کەسە با بڵێن کۆیلەی ئەو شتێک کە بە خۆی پێی خۆشە بەدەستی بینی لەبەرەوەی دەڵێ إذ الرق والعبودية في الحق هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. كواتا مسألة عبودية بنداتي أو كوا هرشتك كوا أو ضل لبوي بتسوسيتوا زور دوايب كأو بنداتي لبوية وكو مثلا كوبي أصلا في الحديث كذا فلمي تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم عندك كاس هنا عبد دينار ودرهما كواتا أو ضل ميلي زور لبوتسيها بيو لبوتسي زور تنازل بكاو أو مقياسي رازبون ونارازبون بيو عبودية لبوشتي دكا. وكل عذب النمير جدلا بين الله تعالى أن سخطهم ورضاهم منوطان بمصلحتهم الخاصة. قالت الله تعالى بعض المنافق كان ذكا رازبون ونارازبون بيوست بمصلحة تابع كان إخوان أجر شتيشان بي بدري رازي دبنو ضليان خوش دب أجر بيان نبخشري تورا دبن وهذه ليست حالة من يريد وجه الله ولا المصلحة العام كواتا وحالي كسكة ما بس رزامن دي الله تعالى نيو مصلحة عام شرتاوناك وكو سعديج دلاء لا ينبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد ناكري بندا رازبون وتوربوني تابع بي لبو أوي كواب بخوي بهوى نفسي خوي بي خوش لخوش كاين دنيا بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعا لمرضات ربه بالكو أصل ويكوا إنسان رازبون هوا آرزوشي هموي التابعي مرضات رازبون خواي قوربي. لا تفسير رازيج دلي الآية تدل على أن من طلب الدنيا وحدها هركسك أو آتبلغي هركسك كواتنها داواي دنيا بكا آل أمره في الدنيا في الدين إلى سبحان الله يعني اشتشي عجيب بازكا هركسك تنيا وتنها داوا كاريوي دنيا بي لدين دا إلا برو نفاق درواه. وأما من طلب الدنيا بقدر ما أذن الله فيه بلام أوي كوا الدنيا أو دا كوا خواي قورد إذن دايا
ومبستيش لو دنياك وبيك توسيلك لبو مصلحة دينك أو الرجاء راست درسته وأصلج وإنسان راضي بقدر إخوائي جورا لا صارم المسلول ده ومنهم ما يلمزك في الصدقات ضلئوا أتدلات على أن كل من لمز النبي صلى الله عليه وسلم كان من المنافقين أو أتبلغي هر كسك طعنا لبيغمبر بدا صلى الله عليه وسلم رخني لي بقري براسه كسشي منافقة لأن من اسم موصول لبروي ومنهم من يلمزك في الصدقة منك اسم موصولة كوصيغي عمومة كوات أجر سوات وكذا فرميتن درباري كسانج منافقي معين لزماني بيان صلى الله عليه وسلم در هات تخواري وكسبب نزولكي بلام لبو أوانو لبو همو أو كساني كوا بابني هالويستي أوان دبينن كواتا أجر سبب نزولكي ديار بلام الآت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو قاعدة عامة كواتا هر كسك طعنو نقد لبيغمبر بقري صلى الله عليه وسلم أو لمنافقة كان أخوي جورا فنام بدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون